بوجه تحية لكل الموجودين. الحمد لله رب العالمين. الكل عارف وبعرف الشيء ده. فقدت زوجي وولادي الاثنين الله يرحمهم بيوم واحد. شو السبب؟ بعرفش السبب شو، بس اللي بقوله انه احنا نتيجة ضحية عنف. والإنسان العنيف أنا بتعرف شو بعرفه؟ هو الإنسان الضعيف، الإنسان اللي بخاف. لما أنا بتواجهني مشكلة بروح بحلها بإيدي، فأنا إنسانة ضعيفة جدا، لأني ما عندي القدرة على الحوار، ما عندي هالملكة إني أوقف قدام هاللي أذاني وأجي أقول له تعال بدنا نتحاسب. أنا هون بخاف، فباجي زي خفافيش الليل، زي الخفاش وانت بيطلع بالليل. ليش؟ بخاف من النهار، بيقدرش يفتح بالنهار. انسان عايش في العتمة، وهذا الانسان العنيف هيك انا بعرفه، عايش في العتمة. فانا بطلب منكم تعيشوا في الضوء، هذا اللي بطلبه منكم. ما بدنا نعيش في العتمة. أنا أي إنسان توجه لي أي كلمة عنيفة، مش تعال تفضل تعال نتحاور. ليش أنا تآجي من وراه؟ سمعتوا عن حدا انقتل في وضح النهار؟ قليل جدا، كله في الليل. تعال حاورني تحاورك، باخذ حق وبعطي حق. بس إحنا للأسف وصلنا لهذا الموصول، تعرفوا؟ أبعدنا عن ديننا. إحنا ديننا الإسلام، بس وين الإسلام؟ هويتنا مسلمين، بس الحمد لله رب العالمين، بس حاملين الهوية. ارجعوا لكتاب الله، ارجعوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لا نعيش في أمان. بس وين إحنا؟ لا، كلياتنا رجعنا رايحين للإنترنت، فيسبوك، من عارف إيش، حتى احترام والدينا نسينا. الحمد لله رب العالمين. فبطلب منكم وبترجاكم انتم كطلاب قبل اي تصرف الواحد يفكر باهله. الحصر علينا احنا اللي مندوكها. انتم بلحظه طيش تعملوا اشي بعرفش، بالمره بتنسوا اللي وراكم. بس احنا شو ذنبنا؟ انا علمت، ربيت، سويت، بس شو ذنبي؟ بترجى منكم عدوا لل10 قبل أي تصرف. والله يرضى عليكم عيشوا في الضوء. السلام عليكم.